الزمالك بيتعادل مع المريخ. المشكله في الموضوع ان لعيبه الزمالك برضو معرضه للامور وبيضيعوا وبيحطوا ايدهم على دماغهم. يا ابني انتوا فرقتين حصاله اصلا، انتوا شويه لعيبه في الملعب مش بتمن علبه سمنه روابي كلكم، سواء انتم ولا بتوع المريخ. انتوا كسبانين 2-0 والمريخ بيجيب فيكم 3 اجوان وفي مصر وشايطين على محمد صبحي 18 شوطه. يا ابني ده المريخ كان بيلعب محمد صبحي. انت متخيل يعني ايه المريخ جايب في الزمالك في مصر 3 اجوان في استاد القاهره؟ يا ابني انا لو انا من اللعيبه ده يا جدعان والله العظيم 3 اللي هم مفروغ منهم، يعني ما دول ما يتسموش لعيبه كوره يعني، بمعنى يا صاحبي كلهم. ده الاخ اللي اسمه حسام عبد المجيد عمال يجري ورا المهاجم بتاع المريخ اللي اسمه رمضان عجب ده. رمضان ده فضل يجري بالكوره لغايه ما العيد جه وحسام عبد المجيد مش عارف يقطع منه الكوره. انتوا يا ابني بتعرضوا بس الامور على ايه؟ انتوا بتعرضوا الامور على ايه؟ انتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره. انا عايز الناس تتفق معايا اتفاق بس، لان الناس بتقول لك العيب مجلس اداره، العيب مدرب. انا معاك ان العيب مجلس اداره وناس بتسمسر وصفقات فاشله وفي مدربين فاشله، بس الناس دي ما يشتغلش معاهم مدرب بتاع كوره. الناس دي ما ينفعلهمش مدير فني كوره مثلا ايطالي ولا لا، دول مش عايزين مدير فني، دول عايزين واحد مدرب سباحه يمرنهم على العوم. ما هو ده الحل، دول مش لعيبه كوره اصلا. لو جبت لهم جوارديولا، لو جبت لهم اول واحد نفخ الكوره في مصر، هم مش هيتعلمهم، هم ده مستواهم. ما تجيش تقول لي العيب مش عارفه فين والعيب فين واحنا الظروف ما بتخدمناش. ظروف ايه يا عم؟ ظروف ايه؟ هي دي مجموعه؟ هي دي مجموعه؟ احنا لعبنا ماتشين على ملعبنا ولا 3 ماتشات على ملعبنا في البطوله دي. سيبك من الدوري، سيبك من الدوري خالص. اتغلبنا واحد من شباب بلوزداد الاستفتاح اول ماتش في المجموعات، غلبنا وبنتعادل مع المريخ. هو في حد يتعادل حتى مع ده؟ تعادلوا مع المريخ في مصر وفي ليبيا اللي هو اصلا مش ملعب المريخ. الماتشات دي بتخطف وتجري عشان تصعد، اخطف واجري. اللعيبه دي بقى بتقعد تعرض الامور والجمهور يقعد يعرضها في حقهم، واصل سيف جعفر المعلم ويوسف اسامه نبيل. ده نبيل ابو نحله، يوسف اسامه نبيل ده نبيل ابو نحله. ارحمونا يا جماعه، ارحمونا. اللعيبه دي كلها اي لعيب كوره يقعد في وسطيهم والله العظيم يبقى اهبل، يبقى اهبل. يعني الناس بتقول لك اصل امام عاشور نط من المركب، اصل مش عارفه بيقول للرامس ايه النهارده. هو احنا نقعد نسيع على بعض؟ هو احنا نقعد نسيع؟ اي لعيب كوره في وسط الناس دي لازم ينط من المركب. الناس اللي معاه ما بتفهمش حاجه اصلا، ما يعرفوش الكوره بتتباصى ازاي. وماتيب ودونجا والسيد نيمار، ماتيب ودونجا واحنا في البرازيل. انتوا هتعيشوا الدور يا ابني على ايه؟ انتوا بتعيشوا الدور على ايه؟ ده انتوا خامس في الدوري وحصلت افريقيا، ده انتوا طوب الارض زوقكم، طوب الارض ادانا على قفانا وعايشين بس الدور. بس مش عارفه كهربا يدفع الغرامه امتى، ده الحق امام عاشور قال للرامس ايه؟ يا عم خليكم في الخيبه اللي احنا فيها، خليكم في النيله اللي احنا فيها. ده روح النهارده عمال يلعب بيلي في نص الملعب، ما هوش فاهم حاجه، عمال يتزحلق ويعوم. والاخ مصطفى شلبي ده مركب علبتين سمنه في رجله، مش لابس ستارز ولا لابس جزم الكوره، لابس علبتين سمنه عمال، ولا عربيه موز تحت رجله ما تفهمش كان فين قبل الماتش، عمالين يعوموا. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ يعني الحل فين يعني؟ احنا عايزين نعرف الحل فين، وما تقعدش تقول لي الحل في وزاره وناس شالت رئيس نادي ولا ناس رجعت رئيس نادي. هو الحل في مين يعني؟ لا الحل في اللعيبه. الحل ان الزمالك بيوقع نفسه بنفسه. ما حدش يقول لي ناس بتوقع الزمالك ولا ناس بتحارب الزمالك. هو حد قال لك انغلب من بلوزداد هنا يا عم؟ هو حد قال لك ماشي فرجاني ساسي وبن شرقي وتروح تجيب لي دونجا وعمرو السيسي ورؤى بتاع البرتقال ده وتقعد تقول لي ده قد فرجاني وطارق حامد 100,000 مره؟ احنا اللي بنوقع نفسنا بنفسنا. اتفرج بكره هما هيعملوا ايه في الهلال ده؟ هينشروا الهلال بكره في مدينه نصر، هيعلقوهم. عليا النعمه. الكوره يا جدعان في الراس مش بالكلام. احنا نمسك نقول حكم، نقول مش عارفه مين. هو فين ولاد الزمالك اللي شايلين النادي؟ الزمالك بينهار، فين ولاده؟ واحد زي جمال حمزه طالع يقول لك شيكابالا كان بيعيط بالدموع عشان يروح الاهلي وكان ماضي الاهلي، واحنا حبسناه في شقه واحد صاحبنا عشان ما يروحش. وقام جمال رايح، هو يعني هو حبس شيكابالا وقام هو رايح الاهلي. نشتغل بعض. الزمالك مالوش ولاد ولا ليه حد. نادي كده فاضي عادي.
اللي عايز يخبط فيه خبط، اللي عايز يوقع فيه يوقع. احنا هنعيش الدور. انتوا بتلوموا على ناس بتتكلم على الزمالك وبصين على ولاد النادي اصلا اللي سايبينه. ده في الاهلي يا جدع، ده لو عم حارس رئيس الاهلي هتلاقيهم كلهم وراه. بقول لك عم حارس اللي ما لعبش كوره هتلاقيهم كلهم في ظهره. احنا هنقعد نعيش الدور؟ مش عايزين نخنجر على بعض يا جدعان، احنا بنتكلم في واقع وفي صراحه. العيال ديت ما تنفعش تلعب في الزمالك. ده البنك الاهلي غلبهم في 3 ثواني، 7 دقايق 3 اجوان. النهارده كسبانين المريخ 2 بيجي فيهم 3. فرقه المريخ دي والنبي يا جماعه لو بتلعب فرقه اشطوخ على النعمه اشطوخ تكسبها. ده ما يلعبوش دوره رمضان فرقه المريخ دي. لو الفيديو عجبكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنونا بكره في حلقه جامده بعد ماتش الاهلي والهلال، هتبقى ضرب نار.